فيلم امستردام بيتكلم عن واحدة من أشهر وأهم الحوادث اللي حصلت في تاريخ أمريكا في القرن العشرين في سنة 1930 تحديدا. عارف اللي هي البوادر بتاع الحرب العالمية الثانية ولسه خارجين بقى من الحرب العالمية الأولى. ورغم إن الحادثة دي مهمة جدا ورغم إن هي تعتبر فارقة جدا في أحداث الفيلم خصوصا في الجزء الثاني، لكن تحس مع الوقت إن في حالة من الحالات السرد، مش عايز أقول السرد الخاطئ، أصل أنا بتكلم هنا عن ديفيد أو راسل، ولكن في مشكلة في اختيار الطريقة اللي حكى بيها القصة دي بالنسبة لي فعلا أنا كمشاهد، وأنا بتكلم كمشاهد يعني مش كناقد ولا حاجة، ولكن في مشكلة فعلا وهو بيحكي القصة المهمة اللي كان الفيلم ده المفروض يحكيها. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم امستردام سنة 2022 بطولة يعني كوكبة من النجوم: كريستيان بيل، مارجوت روبي، جون ديفيد واشنطن، روبرت دينيرو، رامي مالك، مايكل شانون، وكريس روك وناس كتير يعني، ومن اخراج ديفيد او راسل. والفيلم هنا بيتكلم عن حادثة او قضية مهمة جدا تختص بالديمقراطية الامريكية والرئاسة الامريكية، وربما يعني كانت فكرة اول انقلاب سلمي كان المفروض يحصل في تاريخ امريكا ولكنه فشل. في سنة 1930 الصديقين بيرت برينسون وهارولد وودمان اللي بيقوم بدورهم كريستيان بيل وجون ديفيد واشنطن بيلتقوا، المفروض ان هم بيحضروا جنازة القائد العسكري ليهم اللي كان قائد فصيلتهم اثناء خدمتهم في الجيش. وبتضح طبعا مع اختلاف اللون بتبتدي تفهم سرد القصة كويس، ازاي هم التقوا في الجيش وازاي صداقتهم دي كبرت عبر السنين كلها. ولكن اثناء معاينه الجثه بيلاحظوا ان في حاجه مش مظبوطه، وبيحصل شك ان في جريمه قتل حصلت لهذا الرجل العجوز اثناء وجوده في اوروبا. تزداد شكوكهم لما بنته تكلمهم وتطلب منهم لقاء عاجل بعد قليل بعد ما يعينوها في مكان خافي او مكان بعيد، ولكن بمجرد ذهابهم الى هناك بتلقى مصرعها في حادث مدبر امامهم، ويتم ايهام الناس كلها ان هم تحديدا اللي قاموا بالجريمه دي. وهكذا تتطور الاحداث. بتبتدي بقى الاحداث تتطور ازاي؟ بنرجع فلاش باك كبير لبدايه العلاقه ما بينهم، وازاي بيرت اللي بيعمل طبيب واللي هو متزوج من عائله مرموقه في الطب، ولكن لحد ما بيستعروا منه او بيشعروا بالخجل من تصرفاته فبيرسلوه للعمل في الجيش. واثناء عمله في الجيش اثناء فتره الحرب العالميه الاولى بيتعرف او بيتم تعيين مجموعه من فايلق الجنود السود اللي كان فيهم هارولد وودمان، واللي بتنشأ بينهم علاقه صداقه واحترام قويه بتمتد طبعا عبر السنين، وبيكون قائدهم الجنرال اللي شكوا في وفاته بعد كده. واثناء اصابتهم في احد معارك الحرب العالميه الاولى فبيلتقوا مع الممرضه فاليري، وبينشا هنا بقى مثلث الود او الصداقه القوي جدا اللي بتمتد برضه عبر السنين، وعلاقتهم قويه جدا مع بعض، وان هم يبتدوا يستقروا في مدينه امستردام نفسها اللي بتشهد تصاعد قوى الصداقه ما بينهم وقوى العاطفه ما بين فاليري وهارولد. ولكن بيرت تحت ضغط العلاقه العاطفيه او الحب الشديد اللي بيكونه لزوجته، اللي رغم ان هي الى حد كبير يعني لا تكن نفس الاحترام او الحب ليه، بيرغب في العوده الى امريكا ولم شمل اسرته، ولكن طبعا بيفشل مع الوقت وبيعمل فيها عياده في احد الاحياء الفقيره عشان يساعد الناس. بينما بعد فتره بتختفي فاليري تماما ومحدش بيعرف لها مكان، وبيرجع هارولد عشان يسلك طريقه في المحاماه، وتظل علاقته ممتده ببيرت. كل البناء الدرامي اللي انا بحكيه ده هو اللي حصل في نص الفيلم الاولاني لغايه لما بنوصل لعوده الاحداث، ان الشك في الجريمه اللي حصلت او شك في مقتل الجنرال الموجود ده بيبتدي يفتح قدامهم اسباب وطرق وسراديب ومتاهات كبيره جدا بيتكشفوا من خلالها ان في مؤامره كبيره جدا من قوه مجهوله غرضها تحقيق هدف معين، ولكن الهدف ده ما بيكونش واضح قدامهم يمكن لحد الثلث الاخير من الفيلم. وفي اثناء بحثهم بيلتقوا بعد فتره بفاليري في امريكا اللي بتتضح ان هي سليله اسره غنيه جدا، وبتشترك معاهم في التحقيقات اللي هم بيجروها، اللي بيحاولوا من خلالها يثبتوا ان في مؤامره او جريمه حصلت، وفي نفس الوقت يثبتوا براءتهم من الجريمه الموجهه اليهم. وهكذا بيحاولوا التواصل مع روبرت دينيرو اللي بيقوم بدور جنرال جيل ديلنبيك، وهو ده يعتبر النجم الرئيسي للاحداث ولكنه ليس النجم الرئيسي للفيلم، اللي بيتضح ان هو هدف رئيسي ليهم وللقوه المجهوله دي، لان هو المفروض ان هيكون ليه عامل كبير جدا في اثبات براءتهم، وهو كان صديق شخصي للجنرال المتوفي، فبالتالي هيقدر يساعدهم في كشف الحقائق حول الموضوع ده. ولكن مع الوقت بتضح ان هو نفسه هدف، لان هو مطلوب منه ان هو يبقى حاجه زي قفاز في الايادي المجهوله لوضعه في رئاسه الولايات المتحده ذات نفسها. دي قصه الفيلم والاحداث اللي انت بتتفرج عليها، وهي احداث حقيقيه وحصلت فعلا، واحداث مثيره للغايه لو انت بتتفرج عليها، ولكن فعلا وانت بتتفرج على الفيلم انت هتحس ان في مشكله. وانا هنا برجع اقول ان انا بتكلم كاني مشاهد. النص الاولاني من الفيلم فعليا لو انت شفت بعض المشاهد الخاصه بعلاقه البطلين الاساسيين بالجنرال اللي موجود، ومع الوقت ثم تغفلت عن مرحله كبيره من الاحداث
خصوصا الاحداث اللي موجوده في مدينه امستردام اللي بتسمى على اسمها الفيلم. ورجعت للنص الثاني من الفيلم اللي بيتكلم عن وجود المؤامره الكبيره. صدقني المخرج لو كان ركز على الربط ما بين الاحداث ده، انا بالنسبه لي كنت اتفرج على الفيلم ممتع بصوره كبيره جدا جدا عن اللي شفته. التركيز على بناء العلاقات الدراميه او الاجتماعيه اللي ما بين الابطال الثلاثه ووضعها كاساس عشان ابتدي اوصل منهم ليه هم بيجروا ورا اثبات براءتهم وازاي هم هيتعاونوا لكشف المؤامره اللي بتحصل دي. الطريقه دي شدت الفيلم لتحت بطريقه مش طبيعيه. سير الاحداث في النص الاولاني من الفيلم كان بطيء جدا، والكلام ده حتى لما شفته سينما انا ومعظم الناس اللي قاعدين كان في حاله ملل شديده من مشاهده الاحداث. يمكن الثلث الاخير من الفيلم هو فعلا اللي كان مثير، لان انكشفت فيه عناصر وجوانب لكذا شخصيه موجوده قدامك على الشاشه، دي فعلا كانت نقله متميزه جدا في الفيلم. طيب انا كده شلت الموضوع من على صدري وقلت لك اكتر عيوب الفيلم او اكتر الحاجات اللي فعلا ما عجبتنيش في الفيلم. لكن الفيلم لو انت هتتفرج عليه ليه؟ طيب اولا الاداءات التمثيليه، عشان اجيب لك من الاخر، ده اقوى كاستنج موجود انا شفته يمكن سنه 2022 ويمكن من سنين كتيره. وهو ديفيد وراس المشهور انه بيقدر يعمل كاستنج لممثلين تقال جدا في الافلام بتاعته، بيهتم جدا بالحوارات المطوله ما بين الشخصيات، واللي هي غالبا ما بتبقاش ممله، لان انت لما تشوف حوار طويل ما بين شخصيه زي روبرت دينيرو مع كريستيان بيل عمرك ما هتزهق. اعمال قبل كده تعتبر متميزه جدا، فيلم ذا فايتر اللي اتعاون فيه مع كريستيان بيل واللي خد فيه اوسكار، وفيلم سيلفر لايننج بلاي بوك اللي خدت فيه جينيفر لورنس برضو اوسكار، وفيلم امريكان هاسل اللي اترشح فيه ناس كتير برضو للاوسكار. فالفيلم هنا انا متاكد ان فيلم امستردام ده هيخش ترشيحات متميزه في الاوسكار، وهقول لك حاجه منهم مهمه جدا. ولكن لو احنا هنتكلم على الاداءات التمثيليه فمبدئيا انا مش هقول لك ان انت المفروض هتتفرج على روبرت دينيرو. انا اتفرج على الفيلم عشان روبرت دينيرو وده كافي بالنسبه لي ان انا اتفرج على الفيلم عشانه. لكن معظم الاداءات التمثيليه كانت جيده. ديفيد جون واشنطن بيعمل افلام تقيله جدا وبياخد مساحات تمثيليه متميزه جدا، وهو ممثل انا بعتبره جيد، بس انا مش قادر اقول عليه ان هو اكتر من جيد. مش عارف اقول جيد جدا، مش عارف اقول متميز ممتاز. يعني هل ده نابع ان دايما الواحد بيحطه في مقارنه وانا اسف للموضوع ده لانها مقارنه ظالمه ليه ولينا وللفن عامه مع والده دينزل واشنطن. هو حرفيا يعتبر صفر على الشمال لو انت بتحطه في مقارنه مع دينزل واشنطن، وربما لا يصل لرقم صحيح لو حطيته مع معظم نجوم الصف الاول في امريكا، ولكن هو بياخد ادوار مهمه جدا في افلام مهمه جدا. مارجوت روبي عامله دور متميز جدا، البطله او الممرضه في حاله عدم الاتزان النفسي اللي هي موجوده فيها اديتها بصوره جيده جدا. وعدد كبير من الممثلين فعلا كان اداء التمثيل بتاعهم متميز، ولكن في اتنين تحديدا لازم اتكلم عليهم لان هم دول اللي ناقلين الفيلم بالنسبه لي او حاطينه في مستوى مختلف تماما. اول حاجه رامي مالك اللي ما فيش بينه وبينه عمار قوي او رايي فيه قبل كده، يعني ما اعتبرش متسق مع معظم راي الناس، ولكن هو عامل فيلم هنا وعامل اداء شخصيه فعلا متميز ورائع جدا، وكان وسط زحمه الممثلين موجوده دي متميز جدا وظاهر جدا بالنسبه لي انا فعلا وسطيهم. اما يعني مش هنقول بقى ممثل، انا اعتقد ان ممكن تقول وانت هتقولها قبل كده وقلتها قبل كده كتير، ولكن العبقري كريستيان بيل. الفيلم ده غالبا يعني ان لم يكن من المستحيل ان هو ما يترشحش الاوسكار احسن ممثل، يعني لازم يدخل الترشيح. ولو بايدي انا ما شفتش بقيه الادوار، بس لو بايدي اديها له من دلوقتي. اداء تمثيلي كاروع واعظم. عايز ادور على افعال تفخيم تانية عشان اوصف الاداء التمثيلي اللي هو عامله، حاجه فوق الوصف. تقمص غير طبيعي، فقدان للوزن، شخصيه عليها ضغوط غير طبيعيه، شخصيه مرت بظروف مختلفه جدا بتحاول اثبات ذاتها، بتحاول المحافظه على علاقه الحب بينها وبين الاسره والزوجه اللي لا يكن له اي احترام، حاله الاعاقه والتشويه اللي هو فيها، وفي نفس الوقت ازاي بيظهر الضغوط النفسيه اللي ظهر عليه ومحاوله اثبات براءته. والشخصيه قدامك على قد ما بتظهر احيانا انها شخصيه غير متزنه في ردود افعالها، ولكن في نفس الوقت ليها جانب انساني عالي جدا. اداء تمثيلي زي الكتاب ما بيقول، او تقريبا هو ده الاداء اللي كتب كتاب التمثيل. فيلم امستردام كان من الافلام اللي ربما غير محببه الى قلبي بصراحه، ولكنها حقيقه بتتكلم على حادثه مهمه جدا في التاريخ الامريكي. لكن لو هتفرج عليه تاني فانا فعلا هتفرج عليه عشان اشوف اداءات رامي مالك، روبرت دينيرو، وكريستيان بيل. واعتقد انها تبقى خساره كبيره جدا لو انت بتحب الافلام او التمثيل او بتحترم بعض انتاجات هوليوود لو انت ما اتفرجتش على فيلم زي كده. بس اشوفكم قريب ان شاء الله.